سبب اختيار النجديين لسكنى مدينة الزبير الطبيعة المماثلة بين الزبير ونجد، عدم وجود موانع جغرافية بين الزبير ونجد، ووجود علامات ظاهرة كوادي الباطن وجبل سناء. معركة الجمل التي كانت بين علي وعائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم جميعا موقعها اليوم في مدينة الزبير في ذي مخزام، وفي الزبير قبور الصحابة كطلحة والزبير وغيرهم رضي الله عنهم. سوق المربد ملتقى الأدباء والشعراء في العصر الأموي، حكى ياقوت الحموي خرابه في القرن السادس، موقعه اليوم في مدينة الزبير. سكن النجديون مدينة الزبير في سنة 1136 من الهجرة، وتحولت الزبير بعد هجرتهم إلى مدينة النجدية، فالزبير مدينة نجدية في العراق. سكن النجديون مدينة الزبير، وكان أول محل سكنوها هي محلة الكوت، ونشطت الزبير في عهدهم واستمرت على ذلك ما يقرب من 4 قرون. المكانة الدينية لمدينة الزبير عند العثمانيين فقد أسقطوا الضرائب عن أهلها وقدموا لهم المساعدات، كما أقروا الشيوخ الذين كانوا يحكمون الزبير دون تعرض له. من أهم الأشياء التي أدت إلى نشاط مدينة الزبير وتميزها أنها تقع عند نهاية ما يسمى قديما بطريق الحاج البصري، فموقعها الاستراتيجي بين نجد وغيرها أدى إلى شهرتها. نسبة النجديين في الزبير سنة 1939 95%، وفي سنة 1970 50%، وفي سنة 2002 5%، واليوم لا يوجد منهم أحد. نظرا لوجود ضريح الزبير رضي الله عنه في جامعه جامع الزبير، فقد قام النجديون ببناء جامع آخر إلى الشرق منه في سنة 1003 من الهجرة، سموه بجامع النجادة، وما زال قائما إلى. ذكر ابن بشر في تاريخه أنه في سنة 1240 من الهجرة حدثت مجاعة كبيرة في نجد، وقد جاءت نجد قافلة محملة بالطعام والشراب واللباس من الزبير. قال عبد العزيز عبد الغني في كتابه نجديون وراء الحدود: نظرا لنشاط مدينة الزبير وكثرة الهجرة إليها اتسعت رقعتها حتى صارت أكبر من الكويت، وكادت أن تضارع البصرة بسبب الطاعون الذي حل فيه. توطيد العلاقة بين السعودية وأهل الزبير من النجديين، فقد زارهم الملك سعود رحمه الله في عهد والده، ثم زارهم بعد ذلك في أيام حكمه، وقد أقاموا له احتفالا عظيما في الزبير. للدلالة على قوة العلاقة بين أهل الزبير وأهل الكويت، فإن أهل الزبير شاركوا أهل الكويت في معركة الجهرة هدية، وساهموا في دفع ديات قتلى هدية، واستقبلوا أبناء الشيخين محمد وجراح الصباح. حصل تمازج كبير بين أهل الكويت وأهل الزبير، وحصلت بينهم مصاهرات، وقام كثير من أهل الكويت ببناء وترميم العديد من المساجد في الزبير. إلى قديما لا يصير العالم عالما حتى يدرس في إحدى 7 مدارس، منها مدرسة دويحس في منطقة الزبير نسبة إلى دويحس بن عبد الله، وقد تأسست في أوائل القرن الثاني عشر. لما رغب الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله أن يبني مدرسة في الزبير سانده أهل الزبير، بل دعموه بآرائهم وأموالهم، فتأسست مدرسة النجاة الأهلية في سنة 1339. ذكر الأستاذ عبد العزيز الذكير أن من أسباب نجاح مدرسة النجاة الأهلية أنها كانت تعلم الطلاب الصغار مسك الدفاتر الذي يسمى اليوم بعلم المحاسبة، وقد صار تخصصا أكاديمي. لما زار الشاعر العراقي معروف الرصافي مدينة الزبير وزار مدرسة النجاة الأهلية، قال: لم أرى مدرسة ابتدائية، بل أرى جامعة كبيرة، وذلك لقوة مناهجها وطلابها. فاطمة بنت محمد الفضيلية رحمها الله من نساء مدينة الزبير الفضليات، كانت معروفة بالعلم، وقد شرحت صحيح مسلم كاملا. لما دخل الإنجليز العراق مطلع القرن العشرين، قالوا لشيخ الزبير: نريد أن ندير مدينة الزبير، فقال: نحن ندير أنفسنا بأنفسنا، فتركهم الإنجليز. لما حكم الملك فيصل العراق، تنازل له شيخ الزبير إبراهيم الإبراهيم عن مشيخة الزبير، فدخلت الزبير في عهده في حكم العراق. رحلت كثير من الأسر من نجد وسكنت الزبير، واستمرت إقامتها فيها ما يقرب من 3 قرون، ثم رجعت إلى مواطنها الأصلية في السعودية. استمرت إقامة النجديين في الزبير ما يقرب من 3 قرون، ثم بعد ذلك رجعوا إلى موطنهم الأصلي في السعودية، ومنهم من استقر في نواحي أخرى من دول الخليج. الشاعر محمد بن لعبون رحمه الله من كبار شعراء الجزيرة، وهو من أهل الزبير، توفي في سنة 1247 من الهجرة، وقبره مقابل مجلس الأمة الكويت. أول من أدخل ماكينة كهرباء في مدينة الزبير هو عبد الوهاب الشريدة، وأحد أبناء الزهير، في سنة 1937 لإضاءة المحلات في شارع السويد. دخلت الكهرباء مدينة الزبير في سنة 1949 من الميلاد في أسلاك ممتدة من محطة موجودة في منطقة الشعيبة القريبة من مدينة الزبير. أول أطباء تخرجوا من أهل الزبير هم الدكاترة داود الفداغ وعبد الله العنيزي وليلى العنيزي،
وأول طبيب أرسلته الحكومة كان هنديا في سنة 1924. أول مستوصف حكومي افتتح في الزبير كان في سنة 1921. وأول مستشفى افتتح في الزبير هو مستشفى محمد العقيل. أول نادي رياضي افتتح في الزبير كان في سنة 1971 من الميلاد، وقد رأسه عبد الرزاق المانع. وأهل الزبير بالمناسبة معروفين بكرة الطائرة. أول عملية زراعة قلب لطفلة في السعودية أجراها الدكتور محمد بن راشد الفقيه، وهو من أهل الزبير، وهو أخو الدكتور عبد الرحمن الصميد من الرضاعة. في سنة 1951 من الميلاد قابل جماعة من أهل الزبير الملك عبد العزيز رحمه الله في مكة، وسألهم: عندكم تابعية؟ قالوا لا. قال: خذوها، ترى يجي يوم تحتاجونها وترجعون الموطن. رفض الطيران الماليزي حمولة كبيرة من التمور مهداة من الوجيه عبد العزيز الناصر رحمه الله إلى السفير محمد الشبيلي رحمه الله، وقالوا: هذا الرجل أعجوبة في الكرم فرد له الجميع. كان عبد الله بن عبد الرحمن المشري رحمه الله من أهل الزبير ومعروفا بكرمه، وفيه قيل: بع بيتك وانزل بالكوت وجاور عبد الله المنعود. من طيب معدن براك الهدود رحمه الله أنه كان يشتري للناس أغراضهم من أهل الزبير ويوصلها بدراجة هوائية له، وبالمناسبة كان أعمى وكان لا يخطئ في طريقه. في سنة 1911 من الميلاد وقع خلاف بين العثمانيين والملك عبد العزيز، فطلب العثمانيون وساطة عبد اللطيف المنديل وأحمد الصانع من أهل الزبير لقوة علاقتهم بالملك عبد العزيز رحمهم الله. في سنة 1940 من الميلاد اخترع الشاب الزبيري ناصر سعد الخرجي آلة لشق التمر وإخراج النواة منها، وقد استفيد منها في مكابس التمور في البصرة. يقال إن أهل الزبير قديما كانوا لا يعددون في النساء ويكتفون بامرأة واحدة، وهذه سمة موجودة عند كثير من الصحابة الأنصار رضي الله عنهم، فهل تعمد الزبيريون مشابهتهم؟ تنور النصار موجود عند مدخل بيت النصار، فكل واحد ما عنده تنور للخبز أو ما يبي يحمي تنوره يلقى تنور النصار محمينه هله ومسبلينه للناس.